السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي. معادنا النهاردة إن شاء الله مع درس جمع وطرح المصفوفات، الدرس الثاني جبر. درس جميل وسهل ومفيش فيه أي مشكلة. محتاج أفكركم بس إن إحنا نزلنا أول درس جبر، نزلنا أول درس حساب مثلثات، وكمان نزلنا أول درس هندسة. بنحل ايه؟ بنحل تمارين اختر، بنحل تمارين المهارات العليا، وكمان الاختبار التراكمي. اللهم لا سهل الا لما جعلته سهل، وانك يا رب ان شئت لجعلت الصعب سهل. اللهم انا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. يلا بينا. مثال رقم 1 يا شباب بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كانت المستطيل ده هي المصفوفة الصفرية من نظم 2 في 3، وطلب مني ايه؟ طلب مني المصفوفة دي 4 0 سالب 3 سالب 1 5 0. اجمع معاها المصفوفة الصفرية 0 0 0 0 0 0. يعني الكلام دوت هيساوي ايه؟ هيساوي 4 0 سالب 3 سالب 1 5 0. وطبعا واحد ممكن ما يشتغلهاش وفاهم الخواص كويس قوي بالنسبة لعملية الجمع، وعارف ان المصفوفة الصفرية هي المحايد الجمعي بالنسبة للمصفوفات، فبالتالي بيحافظ على نفس النظم بتاع المصفوفة، وكمان بيخلي هي نفس المصفوفة مش بتتغير. يبقى الاختيار بتاعنا يا باشمهندسين هيكون الاختيار رقم ج. نيجي لسؤال رقم 2. مديني مصفوفة ألف ومديني مصفوفة ب، وطلب مني إيه؟ طلب مني الألف زائد الب. طيب تعالى نكتب المصفوفة ألف عبارة عن سالب 4 8 سالب 5. هجمع معاها المصفوفة ب اللي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن 2 وسالب 4 و5. نفس النظم طبعا، الأولى 3 صفوف في عمود واحد، والتانية 3 صفوف في عمود واحد، يعني ليهم هما الاتنين نفس النظم. فنبدأ نجمع السالب 4 والاتنين يبقى سالب 2، التمانية مع السالب 4 يدينا 4، سالب 5 و5 يدينا الناتج 0. وندور عليها بقى في الاختيارات، هنلاقيها في الاختيار رقم ب. نشوف مع بعض السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده مديني المصفوفة الأولى. المصفوفة الأولى عايزها زي ما هي. خلاص يبقى أنا هكتب له سالب 5 سالب 2 4 7. دي تتكتب زي ما هي. ولكن المصفوفة التانية دي اعمل لها المد بتاعها، يعني دور المصفوفة التانية. ادي 6 سالب 4 ادي 2 سالب 6. ونبدأ نجمع العناصر اللي قدامنا. العنصر ده سالب 5 مع ده 6 يبقى الناتج بتاعهم 1. طيب سالب 2 زائد 2 يدينا الناتج 0. طيب 4 وسالب 4 يدينا الناتج 0. 7 وسالب 6 يدينا الناتج 1. طب الشكل اللي قدامك دوت بيمثل ايه؟ ده طبعا بيمثل مصفوفة الوحدة اللي الرمز بتاعها اي، وهيكون الاختيار بتاعنا رقم د. نروح لسؤال رقم 4. في سؤال رقم 4 بيقول لي المصفوفة دي زائد المصفوفة ب بيساوي الناتج اي. طيب ما احنا ممكن نكتب كده الأولاني 5 1 4 1، دي المصفوفة اللي هو مديهاني، زائد المصفوفة ب اللي هو عايزها بيساوي الاي 1 1 0 0. طبعا كلنا عارفين الاي. هبعت ده كده بعكس إشارة، يبقى المصفوفة ب اللي هو عايزها هتبقى عبارة عن 1 1 0 0 اللي هي مصفوفة الوحدة. ده بقى يجي الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى هنيجي نقول له إيه؟ ده 5 1 4 1، وابدأ أطرح 1 ناقص 5 كام؟ سالب 4. طيب 0 ناقص 1 كام؟ سالب 1. طيب 0 ناقص 4 كام؟ سالب 4. طب 1 ناقص 1 يدينا الناتج ايه؟ يدينا الناتج 0. ندور على ديت عندنا في الاختيارات، هنلاقيها موجودة في الاختيار رقم ب. هنسيب المصفوفة الأولانية زي ما هي اهو، 5 وسالب 3 زائد 3 في مدور المصفوفة دي. طب يلا ندور المصفوفة دي، بدل ما هي مصفوفة صف هنخليها مصفوفة عمود بالشكل ده. طيب يبقى اجي اقول له 5 وسالب 3 زي ما هي بالشكل ده كده.
هجمع معاها المصفوفة التانية لما نوزع التلاتة عليها. وزع العنصر 3 في 1 ب3، 3 في سالب 2 بسالب 6. يلا نجمع بقى 5 و3 يبقى كام؟ 5 و3 2. طب ولما نجمع سالب 3 وسالب 6 يبقى سالب 9، يبقى 2 وسالب 9، وهيكون الاختيار بتاعنا 5 زائد 3 8 معذرة. 5 زائد 3 مش ناقص، دي جمع، 5 زائد 3 8، وهنا هتبقى سالب 3 وسالب 6 يبقى سالب 9، وهيكون الاختيار بتاعنا الاختيار رقم ج. طيب نيجي للمصفوفة اللي بعدها يا شباب. بيقول لك أنا عايز المصفوفة س. طب هو بيقول إيه؟ بيقول لي 2 من المصفوفة س زائد المصفوفة دي سالب 2 سالب 2 4 وصفر. الكلام دوت بيدينا المصفوفة الصفرية، نكتبها له على نفس النظم. حلو جدا. هبعت المصفوفة دي بعكس إشارة، يعني 2 من المصفوفة س بتساوي، ركز معايا، صفر، وده جاي بعكس إشارة. كان هنا سالب 2 راح موجب 2، كان سالب 2 راح موجب 2، كان 4 راح سالب 4، كان صفر هو زي ما هو الصفر. حلو جدا. عايز دلوقتي امشي الاتنين، يبقى عشان امشي الاتنين ديت هقسم هنا على الاتنين، وهقسم كل عنصر في المصفوفة على الاتنين يا شباب. انا هقسم ده على الاتنين، وده على الاتنين، وده على الاتنين، وده على الاتنين، وده على الاتنين. يعني اقدر اقول له دلوقتي ان المصفوفة س بتساوي 2 على الاتنين، الاتنين مشيت، 2 على 2 بكام؟ بواحد. 2 على 2 1. طب سالب 4 على 2 سالب 2. طب صفر على اي حاجة بصفر. تظهر عندي المصفوفة اللي واخدة الشكل ده، اللي هي موجودة عندنا في الاختيار رقم د. شوف مع بعض السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده ادي المصفوفة 3 سالب 4 2 1 زائد 2 في مصفوفة تانية مش عارفينها كلها، سميتها بس بتساوي المصفوفة 1 1 0 0 اللي هي المصفوفة اي. طيب مش انت عايز السين؟ ايوه، يعني اكنك بتحل معادلات بالظبط. بعت لي بقى ده كده بعكس ايه؟ اشاره. حلو جدا. يبقى 2 من المصفوفه س بتساوي مصفوفه الوحده اللي هي 1 1 0 0 اللي هو مديها لنا، ناقص ده، يعني ناقص 3 سالب 4 2 1. يعني اقدر اقول له دلوقتي ان 2 من المصفوفه س بتساوي 1 ناقص 3 يبقى سالب 2. طيب صفر ناقص سالب 4 يعني موجب 4. طيب صفر ناقص 2 يعني سالب 2. طب 1 ناقص 1 يدينا الناتج صفر. كلام زي الفل. عايز ايه بقى؟ عايز السين لوحدها. يبقى اقدر اقسم ده على ايه؟ اقسم ده على الاتنين، واقسم كل قيمة هنا على كام؟ على الاتنين. يبقى المصفوفة س يا شباب بتساوي سالب 2 على الاتنين بكام؟ بسالب 1. 4 على الاتنين فيها الاتنين، سالب 2 على الاتنين بسالب 1. صفر على أي حاجة بتساوي الناتج صفر. طب ما الاختيارات النقط اللي هو كاتبها هناك ديت أنا مسميها المصفوفة س، يعني سميت الشكل دوت كله س، وجبناها سالب 1 2 سالب 1 0 اللي هي موجودة عندنا فين بقى؟ موجودة عندك في الاختيار رقم إيه؟ موجودة في الاختيار رقم ب. يا رب الكلام يكون واضح وسهل بالنسبة لكم. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. في السؤال اللي بعده عندي المصفوفة الأولى السين والستة ناقص المصفوفة التانية الواحد والصاد بيساوي المصفوفة 3 و5. عايز مني ايه؟ عايز مني قيمة السين زائد الصاد. طيب انا دلوقتي اجي هاخد س كده اطرح منها الواحد واساوي الناتج بالتلاتة. طب وايه كمان؟ وستة هطرح منها الصاد وهساوي الناتج بالخمسة. بس خلاص. حل بقى معادلات ابتدائي. يلا ده يعدي بعكس اشارة. س بتساوي 3 و1 يبقى 4. طب 6 ناقص كام يديك 5؟ 6 ناقص 1 يبقى الصاد بيساوي 1. معايا س ومعايا الصاد، وانا عايزك تجمع السين زائد الصاد، يعني هجمع 4 و1 يبقى الناتج بتاعها ب5، ويكون الاختيار بتاعك رقم ج. نيجي للسؤال رقم 9. في سؤال رقم 9 المصفوفة الأولى أهي زي ما هي 2 4 سالب 3 5.
اجمعها لي مع مدور المصفوفة دي. اخد الصف الاول اكتبه عمود اول، الصف التاني يتكتب عمود تاني، وهنساوي الكلام ده بمين؟ ب3 كاف سالب صاد 2 س وهنا ب11. حلو جدا. نبدأ بقى نجمع. هجمع 2 زائد 1 يعني 3 ونساويها ب3 كاف. 2 زائد 1 بيساوي 3. هساويها له بمين يا شباب؟ ب3 كاف. جدع. هو عايز قيمة ايه؟ السين والصاد والكاف، يعني لسه كمل بنفس النمط. طب سالب 3 وسالب 3 يبقى سالب 6. هساويهم بمين؟ هساويهم بالاتنين س اللي زيهم، اللي قاعدة في نفس المكان بتاعهم. حلو جدا. طب وايه كمان؟ عايزين الصاد. طب ما ال4 زائد الاتنين يبقوا كام؟ يبقوا 6. هتساويهم بمين؟ هساويهم بسالب صاد. حل بقى معادلات عادية جدا بدون أي مشاكل. عندك اقسم هنا على 3 واقسم هنا على 3، يبقى الكام بتساوي 3 على 3 فيها الواحد. اقسم هنا على الاتنين واقسم هنا على الاتنين، يبقى السين بتساوي سالب 6 على الاتنين بسالب 3. اقسم هنا على السالب يبقى الصاد بتساوي سالب 6. جبت كل حاجة، جبت السين وجبت الصاد وجبت الكاف. أنا عايز ايه بقى؟ أنا عايز منك السين زائد الصاد زائد الكاف. طب ما السين بسالب 3 والصاد بسالب 6 والكاف بتساوي 1. طب مجموع دول يبقوا كام؟ يبقى سالب 8، والاختيار بتاعك هيكون الاختيار رقم د. السؤال اللي بعده سؤال رقم 10. هنمشي بنفس النمط اللي انت لسه مشتغل بيه من شوية. المصفوفة الأولى عندي اهي 5 ناقص ألف، هكتبها 5 ناقص ألف. طيب 1 ناقص ب، ادي 1 ناقص ب. طب 2 ناقص ج، 2 ناقص ج. سالب 3 ناقص د بتساوي كام؟ 4 3 2 سالب 1. يلا بينا نبدأ نقول له. يبقى 5 ناقص ألف بتساوي 4. 5 ناقص الألف بتساوي الناتج 4. وإيه كمان؟ وواحد ناقص ب، 1 ناقص ب بتساوي الناتج كام؟ بتساوي الناتج 3. و2 ناقص ج، 2 ناقص ج بتساوي الناتج 2. وسالب 3 ناقص الدال بتساوي سالب 1. حلو جدا. يلا نطلع قيمة كل واحد. 5 ناقص كام يديك 4؟ 5 ناقص 1 يبقى الألف ب1. 1 ناقص كام يديك 3؟ بص بقى دي هتبقى صعب عليك، اقول لك خلاص ابعت ده بعكس اشاره. يبقى سالب ب بيساوي 3 ناقص 1 يبقى كام؟ يبقى 2، فمنها ال ب بتساوي سالب 2. حلو جدا. 2 ناقص كام يديك 2 زي ما هي؟ طبعا يبقى الج بتساوي 0. طيب سالب 3 ناقص كام يديك سالب 1؟ عد بعكس اشاره. ادي سالب د بيساوي سالب 1 زائد 3 يبقى 2، يبقى الدال بتساوي سالب 2. كده انت طلعت الالف والب والجيم والدال، والراجل عايزك تكتب ايه؟ عايزك تكتب مصفوفه. طب المصفوفه دي شكلها عامل ازاي؟ المصفوفه دي سيادتك اول واحده فيها الف جايبينها بواحد، بعد كده ب جايبينها بسالب 2، بعد كده ج جايبينها ب0، بعد كده الدال جايبينها بسالب 2. حلو جدا. استأذنك بقى اللي انت عملته ده تقوم مدوره. يلا بقى دور المصفوفة دي يا جميل. يبقى 1 وسالب 2 وبعد كده 0 وسالب 2، والشكل اللي ظاهر قدامك ده ندور عليه في الاختيارات. هنلاقيه موجود في الاختيار رقم ايه؟ هنلاقيه موجود في الاختيار رقم د. ونشوف مع بعض السؤال اللي بعده. سؤال رقم 11 بيقول لك إذا كان ده بيساوي ده فإن السين زائد الصاد. نفس الفكرة اللي احنا شغالين فيها. تعالى كده ناخد الطرف الأيمن زي ما هو أهو. 6 5 1 سالب 3 بتساوي السين. بقى ابدأ وزعها على المصفوفة دي. طب س في 0 ب0، طب س في 1 بس، طب س في 5 ب5 س، طب س في 0 ب0. حلو قوي. زائد اهي يا مستر ده سالب صاد. يا عم اكتب زائد ووزع السالب صاد. ها يلا بينا. سالب صاد في سالب 2 ب2 صاد، سالب صاد في 0 ب0، سالب صاد في 0 ب0،
سالب صاد في واحد بسالب صاد. كلام زي الفل. يلا بقى نجمع. ده لما يتجمع يبقى صفر واتنين صاد يعني اتنين صاد. يبقى س وصفر تبقى س. 5 س وصفر 5 س. طب صفر وسالب صاد سالب صاد. الكلام دوت بيساوي 6 1 5 سالب 3. كل عنصر قد نظيره. خلصت خلاص سهلة. 2 صاد بتساوي 6. معادلات ابتدائي يا اخوان. السين بتساوي 1 ادي س بتساوي 1. والخمسة س بتساوي زيها مين؟ زيها 5. والسالب صاد بتساوي سالب 3. كمل انت بقى. ده يروح مع ده يبقى الصاد بيساوي 3. على الخمسة وعلى الخمسة يبقى السين بتساوي 1. والسين هنا بتساوي 1 انت قايلها قبل كده. على الاتنين وعلى الاتنين يبقى الصاد بتساوي 3. جبت كل حاجة؟ جبت كل حاجة. اجمع بقى يا سيدي السين زائد الصاد. طيب يبقى السين زائد الصاد بتساوي السين بواحد والصاد بتلاتة. يبقى مجموعهم هما الاتنين يساوي الناتج 4. ويكون الاختيار بتاعك هو الاختيار رقم ايه؟ موجود عندك في الاختيار رقم أ. نشوف مع بعض السؤال رقم 12. السؤال رقم 12 بيقول لك إذا كانت السين والصاد أعداد حقيقية وكان السين. امشي يلا ورا الجملة اللي هو عاملها دي. وزع معايا السين. ما تقعدش كده بقى. وزع السين. س في صفر بصفر. طب س في 2 ب2 س. طب يلا س في 1 بس. كلام جميل. زائد وزع الصاد. صاد في صفر بصفر. صاد في 1 بصاد. طب صاد في سالب 1 بسالب صاد. كلام زي الفل. زائد العين اعمل نفس الموضوع. عين في 1 بعين. طب عين في صفر بصفر. طب عين في صفر بصفر. بتساوي 3 7 5. كلام زي الفل. يلا بقى نشتغل على ده. صفر زائد صفر زائد عين يبقى عين واحدة. بتساوي كام يا عم؟ بتساوي 3. جبت العين ب3. 2 س زائد الصاد زائد الصفر بتساوي 7. طب والسين ناقص الصاد زائد الصفر بتساوي 5. الله عليك كده. انا معايا العين وخلصانه. بس انا عايز ايه بقى؟ انا عايز احل الاتنين دول. بص يا سيادتك 2 س زائد ص بيساوي 7 وس ناقص ص بيساوي 5. دول كده اسمهم حل معادلتين كل واحده فيها مجهولين س وص. قدامك حاجه من الاتنين. يا اما تكون بتعرف تشتغل حذف وتعويض زي بتاع التالتة اعدادي بالظبط. يا اما هتكون بتعرف انك ايه تعمل ايه. تقوم جاي تحط مود 5 1 بآلتك وتكتب 2 1 7 1 سالب 1 5. دبل يساوي تطلع لك مره اكس وتطلع لك مره واي وتكتب الحلول بتاعتها بسرعه. ولكن احنا هنا هناخد السين تحت السين والموجب صاد هيتحط تحتها سالب صاد بيساوي الناتج 5. دول راحوا مع بعض. اللي اتبقى 3 س بتساوي 7 و5. 7 و5 12. طب يلا اقسم هنا على 3 واقسم هنا على 3. تبقى السين بتساوي كام؟ تبقى السين بتساوي 4. جبت السين ب4. ايوه. طب يلا عوض بيها. 4 ناقص الصاد بتساوي الناتج 5. فالح انت هتقول له الصاد بسالب 1 على طول. ماشي. عدي بعكس اشاره. يبقى سالب صاد بيساوي 5 ناقص 4 1. يبقى الصاد بتساوي سالب 1. معايا السين ومعايا الصاد ومعايا العين. عايزك بقى تضربهم لي يا جميل. يبقى اضرب السين في الصاد في العين اهو. ادي س في الصاد في العين. يعني 4 في سالب 1 في 3. يبقى الناتج بتاعك سالب 12. والاختيار بتاعك هيكون الاختيار رقم ايه؟ هيكون الاختيار رقم ج. تعالوا نشوف مع بعض سؤال رقم 13. سؤال رقم 13. عندك هنا المصفوفة دي ناقص المصفوفة دي. طب يلا 3 0 سالب 2 ناقص س وهنا 4. هطرح منها المصفوفة التانية 3 0 س زائد الصاد وادي صاد زائد الاتنين بتساوي المصفوفة الصفرية 0 0 0 0. يلا معادلتك الجميلة. بس العب على اللي فيها رموز. ما تلعبش على اللي فيها ارقام. ده اللي فيها رموز هتشغلك اهي. دي اللي هتشغلك. سالب 2 ناقص س
ناقص دول، يعني تغير اشارات دول، ركز. مش واحده بس، مش تغير لي اول واحده والباقي ها، يبقى غير اشارات دول، تبقى سالب س تتغير تبقى سالب ص. حلو قوي. هتساوي مين يا عم؟ هتساوي الناتج صفر. طيب زي الفل. ايه كمان؟ 4 زائد 4 ناقص ص ناقص 2 بتساوي الناتج كام؟ بتساوي الناتج صفر. كده تعرف تجيب الصاد. ايوه 4 ناقص 2 كام؟ 4 ناقص 2 2. عديها بعكس الاشاره، يبقى سالب ص بتساوي، هما هنا ب2 تعدي بسالب 2، مشي السالب مع السالب يبقى الصاد بتساوي 2. جبت الصاد ب2، يلا نعوض بيها. هو سالب س وسالب س يبقى سالب 2 س. حلو قوي. ناقص 2 تنزل، ناقص الصاد انا لسه جايبها ب2 بتساوي الناتج صفر. طب دول بكام؟ دول بسالب 4. عديهم الناحية التانية يبقوا كام؟ يبقوا موجب 4. يعني سالب 2 س بتساوي موجب 4. ماشي. على سالب 2 على سالب 2 يبقى السين بسالب 2. ماشي. جبت السين بسالب 2 وجبت الصاد ب2. طب انا عايزك تجمعهم ليه؟ يبقى السين زائد الصاد سالب 2 موجب 2 يساوي الناتج كام؟ يساوي الناتج صفر. لا، والاختيار بتاعنا يكون الاختيار رقم ج. سؤال رقم 14. مصفوفة دي زائد المصفوفة دي بيساوي المصفوفة دي. طب يلا ها، المصفوفة الأولى س سالب 2 1 4 زائد المصفوفة التانية ص سالب 1 3 5 بتساوي ها سالب 5 والسين و4 وهنا 9. كلام زي الفل. يلا بقى نبدأ نعمل ايه؟ ادي س زائد الصاد، ادي س زائد الصاد بتساوي سالب 5. تمام. ودول سالب 2 اهي، سالب 2 ناقص 1 بتساوي الناتج س. طب 1 زائد 3 بيساوي الناتج 4، 4 زائد 5 بيساوي الناتج 9. حلو قوي. طب كده ايه بقى؟ كده انا معايا معادلتين، واحدة فيها مجهول واحد والتانية فيها مجهولين س وص. يبقى السين هنا بتساوي كام؟ سالب 2 وسالب 1 بسالب 3. عوض بقى بالسالب 3 هناك، يبقى سالب 3 زائد الصاد بتساوي سالب 5. عدي لي يلا بعكس إشارة، يبقى الصاد بتساوي سالب 5 زائد 3 يبقى سالب 2. أنا جبت الصاد بكام؟ بسالب 2. وجبت السين بكام؟ بسالب 3. بس أنا عايز منك مين؟ أنا عايز منك الصاد بس. بكام الصاد؟ بسالب 2 أهو، الصاد بتساوي سالب 2 والاختيار بتاعك هيكون الاختيار رقم أ. نشوف مع بعض سؤال 15. لأي مصفوفة أ والمعكوس الجمعي بتاعها بيساوي الناتج، سمعك وانت بتقول له صفر. غلط. عارف مؤلف السؤال ده طيب ليه؟ عشان ما حطلكش صفر في الاختيارات. لو هو عايز يوقعك يحط لك صفر، لان الناس عارفه ان الف وسالب الف يبقى صفر. يا باشمهندس دي مصفوفات، عايز تقول صفر في المصفوفه يبقى تقوله المصفوفه الصفريه. لو كان حاطط لك صفر في دول واخترتها حلك غلط. الناس اللي بتستعجل ركز. تعال نشوف مع بعض سؤال رقم 16. في سؤال رقم 16 بيقول لك ان دي ألف مصفوفة من نظم 2 في 2. ادي ألف من نظم 2 في 3 سوري. ب هي المعكوس الجمعي. ب هي المعكوس الجمعي. يعني ايه بقى معكوس جمعي؟ معكوس جمعي انا هغير اشارات، يعني مش هاجي جنب الأنظمة في حاجة. نفس النظمة فيها صفين فيها 3 أعمدة هيفضلوا صفين و3 أعمدة. امتى تبدل دول وتخليها 3 في 2؟ ده الكلام ده لو انت بتعمل لها المدور. ما نتلخبطش عشان خاطر ممكن حد يفتكرها انه عايز المدور، ولكن المعكوس الجمعي هيبقى نفس النظم 2 في 3. يبقى انا عايز اعلمك كده الف من نظم 2 في 3 يبقى المعكوس الجمعي 2 في 3 برضه. طب لو قلت لك هات لي 2 الف 2 في 3 برضه. طب 3 الف 2 في 3. لو قلت لك هات الف مد، هي دي بقى اللي اقول له ايه 3 في 2. وده طبعا وضحناه في الدرس اللي قبله وجي عليها افكار كتير. في سؤال رقم 17 إذا كانت المصفوفة أ من نظم 2 في 3 والمصفوفة ب من نظم 2 في 2 والمصفوفة، يلا ما ترغيش، الألف من كام؟ 2 في 3.
الب من كام؟ 2 في 2. والجيم من كام؟ 3 في 2. حلو قوي. أي مما يأتي معرفة يعني ممكنة. طب ينفع الألف والب؟ الألف زائد الب دول ينفعوا؟ لا طبعا ما ينفعوش. ليه يا مستر؟ أصل الألف من نظم 2 في 3 والب من نظم 2 في 2 وشرط الجمع لازم يبقوا نفس النظم. طب الب والجيم ينفعوا؟ برضو مش نفس النظم. ولكن الألف اللي هي من نظم 2 في 3 زائد الجيم مادة. الجيم دي لما تتدور تبقى من نظم كام؟ بدل 3 في 2 تبقى كام؟ تبقى 2 في 3. نفس النظم. أيوة أقدر أجمع. يبقى الاختيار بتاعك هو الاختيار رقم ج. هنشوف مع بعض السؤال اللي بعده. إذا كانت المصفوفة أ مصفوفة شبه متماثلة فإن المعكوس الجمعي للمصفوفة أ بيساوي إيه؟ بص بقى، مصفوفة أ مصفوفة شبه متماثلة. طيب المصفوفة إيه اللي شبه متماثلة؟ عناصر القطر الرئيسي بصفار. لو دوت ب1 فده -1، لو دوت ب2 فده -2، لو دوت بألف فده -أ. ماشي جميل، صنعت لك مصفوفة شبه متماثلة. فإن المعكوس الجمعي، هات بقى المعكوس الجمعي. المعكوس الجمعي أيوة، يعني هغير الإشارات. الصفر ما بتغيرش إشارته. -2 تبقى 2، ال2 تبقى -2. حلو أوي. الراجل بيسألك المعكوس الجمعي ده بيساوي مين من الاختيارات؟ طيب سؤال، مش ده الأسود ده هو بيساوي -أ؟ ده مين يا شباب؟ ده ألف. ده ألف. لو ضربته في سالب اداك الأسود ولا ما ادانيش؟ اداني الأسود، يبقى 1 صح. اهو اضرب في سالب، معنى اصلا صنعت ان انا ضربت في سالب. تمام كلام جميل. طب لو مسكت الألف ودورتها، تعال نجرب كده نشوف ألف مادة ايه اللي هيدينا. يا ترى هيدينا الأسود ولا مش هيديهولنا؟ خدوا دوروا كده، 0 و-2، 2 و0. الله عليك، طب ما ده هو ده، يبقى 2 صح. طيب تفكر في 3 ولا ما تفكرش؟ مش هفكر في 3. ليه؟ لأن أنا ما لقيتش اختيار بيجمع 1 و2 و3. يبقى أكيد الاختيار بتاعك هيبقى الاختيار رقم ج، اللي هو بيقول لك 1 و2 إيه؟ 1 و2 فقط. والدليل على الكلام ده إن أنت لو فكرت في رقم 3 تضرب دوت في سالب مش هيدي لك المعكوس الجمعي الأسود. تعال نشوف مع بعض سؤال رقم 19. إذا كانت الألف مصفوفة متماثلة، ما بفهمش الحاجات دي، أنا ما بفهمهاش. طب بتفهمها ازاي؟ بعرف اصنع لك مصفوفة بالشكل ده. مصفوفة ايه؟ متماثلة. يعني ايه؟ يعني القطر الرئيسي ملناش دعوة بيه. لو دوت ب2 ده زيه ب2. حلو قوي. والقطر الرئيسي يا عم أ وب، اي كلام بس حقق الشروط يعني. ماشي. فإن 2 من المصفوفة اللي اسمها أ، يعني اضرب دي كده في 2. جرب كده اضربها في 2. تمام نضربها في 2. ده في 2 ب2 ألف، ده في 2 ب2 ب، ده في 2 ب4، وده في 2 ب4. متماثلة ولا مش متماثلة؟ متماثلة. يعني 1 صح. 1 صح. طيب طب اضربها في -1. اهو اضربها لك في -1. الألف في -1 بسالب ألف، في -1 بسالب ب، في -1 بسالب 2، في -1 بسالب 2. متماثلة ولا لأ؟ أيوة، ما دول زي بعض والقطر الرئيسي يبقى 2 صح. طب هات لها الألف مد. الألف مد يعني هاخد الصف الأول يتكتب عمود أول، هاخد الصف التاني يتكتب عمود تاني. متماثلة ولا لأ؟ أيوة، وأصلا من شرط المتماثلة إن ألف بيساوي ألف مد، يبقى 3 صح. يبقى 1 صح و2 صح و3 صح. يبقى الاختيار بتاعك هيكون الاختيار رقم د اللي بيقول لك 1 و2 وإيه و3. هنشوف مع بعض السؤال رقم 20. مديني مصفوفة أ ومديني مصفوفة ب وبيقول لك اي لا تساوي. عارف لو بيقول لك يساوي يبقى اختار واحدة بس، يعني واحدة بس هي اللي بتدينا اي. ولكن اي لا تساوي ده معناها ان في 3 اختيارات هيوصلوك للاي
وواحدة مش هتوصلك للآي هو بيسألك عنها. طيب تعال نجرب كده ألف ناقص ب. ألف ناقص ب، يلا بينا. الألف بواحد ناقص الب بصفر يبقى واحد. صفر ناقص صفر يبقى صفر. طب صفر ناقص صفر يبقى صفر. طب صفر ناقص واحد بسالب ايه؟ واحد. ايه ده معقول حاططها أول واحدة؟ ده راجل طيب أوي. تاني واحد ناقص صفر يبقى واحد. ما هو ألف ناقص ب، واحد ناقص صفر يبقى واحد. طب صفر ناقص صفر يبقى صفر. طب صفر وصفر يبقى صفر. طب صفر ناقص واحد سالب واحد. هل دي اي؟ لا، لان الاي دول لازم يبقوا ايه؟ وحايد. يبقى دي مش بتساوي اي. يبقى انا هختار الف ناقص ايه؟ هختار الف ناقص ب. ان هو بيقول لك مين مش بتساوي اي. ولكن لو جينا نجرب الباقي عشان يطمئن قلبك كده، هات الالف مد. الالف مد ماشي، الف مد زائد الب. طب الألف مد يعني هدور بقى واحد صفر صفر وصفر ماشي، زائد الب اللي هي هتبقى عبارة عن مين؟ صفر 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 واحد. جمع كده واحد وصفر يبقى واحد، صفر وصفر يبقى صفر، صفر وصفر بصفر، صفر وواحد اي دي ولا مش اي يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ اي. طب اعمل ألف زائد ب مد. يا عم خلاص بقى خلصنا، هتلاقيها برضو اي، هتلاقيها برضو اي. هو عايز اللي مش هتساوي ايه؟ مش هتساوي اي. طيب نيجي الرقم 21. ألف مصفوفة قطرية من نظم 2 في 2. حاضر. مصفوفة قطرية يعني إيه؟ مصفوفة قطرية يعني القطر الرئيسي ملناش دعوة بيه. يعني إيه مالكش دعوة بيه؟ يعني أي كلام، أي نظام ماشي، ولكن جميع عناصرها صفار. تمام، ملوش شروط القطر الرئيسي. وكان حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي كاف. ما تيجي نسمي القطر الرئيسي وليكن س ص. ماشي. الراجل بيقول لك ان حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي ده بكاف، يعني لما اضرب السين في الصاد هيدينا كاف. حلو قوي. فإن المعكوس الجمعي للمصفوفة ألف ب هي المعكوس الجمعي للمصفوفة ألف. طب ما تجيب ب، مش دي اسمها ألف؟ أيوه. هات بقى ب. طب الب دي بتساوي ايه؟ الب دي بتساوي المعكوس الجمعي لده، يعني هغير دي تبقى سالب س، هغير دي تبقى سالب ص، وده بصفر وده بصفر. حلو قوي. هات بقى حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي الب اللي هو القطر الرئيسي ده، هات حاصل ضرب. طب ما انا هضرب سالب س في سالب ص، سالب في سالب بموجب، يبقى ايه؟ يبقى س ص اللي هي اصلا بايه؟ اللي هي اصلا بكاف. يبقى الحل بتاعك هيكون بيساوي كاف اللي هو الاختيار رقم ايه؟ الف. طيب نيجي لرقم 22. اذا كان الالف زائد الالف مد بيساوي المصفوفة الصفرية، فان الالف ديت مصفوفة ايه؟ بص بقى عشان ما نلغيش كتير، ادي الف زائد الف مد بيساوي المصفوفة الصفرية. سيادتك هتعدي دي بعكس ايه؟ بعكس اشارة. يبقى الالف بيساوي سالب الف مد. طب ده شرط مين؟ والله ده لو انت مذاكر الدرس الاولاني على طول هتقول لي ده ايه؟ ده الشبه المتماثلة من غير تفكير. اللي بيفهم بيريح على طول. خش على اللي بعده. رقم 23 بيقول لك الف مصفوفة متماثلة، سوري شبه متماثلة، فإن ألف زائد الألف مد بيساوي إيه؟ بص بقى، مش هي شبه متماثلة؟ أيوه، بما إن المصفوفة شبه متماثلة فإن ألف بتساوي سالب ألف مد. دي جملة لازم تبقى عارفها. تمام. شيل بقى الألف وحط مكانها سالب ألف مد زائد ألف مد، هيديك إيه؟ اوعى تقول لي ايه؟ بص المره دي جايبها لك يا صفر، عشان مغفل اللي هيروح يختار صفر. مفيش في المصفوفات صفر. عايز تقول له صفر في المصفوفه يبقى تقول له الايه؟ المستطيل. رقم 24. الف مصفوفه متماثله فان نص الف زائد الف مد. طيب مش انت عارف ان المصفوفه لما بتبقى متماثله يبقى هنا اقدر اقول له ان نص في الف زائد الف مد بيساوي نص في 2 الف. منين دي يا مستر؟ لان يا باشمهندسين المصفوفه متماثله معناها ان الالف بتساوي الف مد.
صح كده؟ صح كده. يعني انا ممكن اشيل له الالف مد دي واكتب كده هنا نص، وادي الف زائد الالف. حلو جدا. طب الف والف باتنين الف، يبقى هنا نص في الاتنين الف، النص ياكل الاتنين يبقى ايه؟ يبقى الف. ويبقى الاختيار بتاعك الاختيار رقم الف، هو اول اختيار. طيب تعال نشوف مع بعض سؤال رقم 25. بيقول لك س أس مد الكل أس المد ناقص السين. عايزك بقى تفكر كده وتقول لي لو دورناها مرتين هتدي لك مين او هترجع لمين؟ من الدرس اللي فات لو دورناها مرتين هترجع للمصفوفة الأصلية. يبقى س ناقص س، يا رب ما تكونش عمال بترد وتقول لي صفر، يساوي المصفوفة الصفرية. خش على اللي بعده. إذا كانت المصفوفة ألف وب لهما نفس النظم، يعني ألف من نظم 2 في 3، سوري إيه 2 في 3؟ جبتها منين ال 2 في 3 دي؟ ألف من نظم الميم في النون، ماشي، والب من نظم الميم في النون، حلو أوي. فإن الألف ناقص 2 ب، ألف ناقص 2 ب، الألف بكام؟ بميم في نون. والب في كام؟ برضه ميم في نون. يا ابني ايه الارقام اللي انت كاتبها دي؟ دي برضه ميم في نون، ماشي. وانت عندك خاصيه يا باشمهندس بتقول لك خاصيه الانغلاق. يعني ايه خاصيه الانغلاق؟ يعني لما اجمع مصفوفه من نظم ميم في نون مع مصفوفه من نظم ميم في نون يبقى الناتج بتاعهم برضه من نظم الميم في النون، بتحافظ على نفس النظم. يبقى الاختيار بتاعك ايه؟ يبقى الاختيار بتاعك رقم د. نيجي الرقم 27. في رقم 27 ألف وب على النظم 3 في 2. ادي 3 في 2 والب من النظم 3 في 2. كلام جميل. فإن بص سيبك من المدور ده، فإن هي 5 ألف زائد 3 ب، لسه قايل لك الفكرة بتاعتها دي من نظم 3 في 2 وديت 3 في 2، يبقى الناتج بتاعهم من نظم 3 في 2. حلو قوي. بس هو مش عايزها كده، ده هو عايزك تدورها. طب هو التدوير بيعمل ايه؟ التدوير بيعكس الصفوف والاعمده. هو حط لك المد، يبقى انا اقوم مغير دول ابدل دول يبقوا من نظم 2 في كام؟ 2 في 3 بدل 3 في 2، ويبقى الاختيار بتاعنا هو الاختيار رقم ج. نيجي لسؤال 28. معاك ألف ومعاك ب ومعاك ج، وقال لك امشي ورا الجملة دي. امشي ورا الجملة دي معايا. اكتب الألف اهي س سالب صاد 3 صاد زائد 1 ناقص 2 ب. بص أنا بحب أكتب زائد وأمسك الب هضربها في سالب 2. سالب 2 في سالب 2 ب4، في سالب 2 بصفر، في سالب 2 بسالب 6، في سالب 2 بسالب 10. كلام جميل. الكلام ده بيساوي 3 ج. 3 في 2 ب6، 3 في سالب 3 بسالب 9، 3 في 1 ب3، 3 في سالب 2 بسالب 6. طيب يلا نجمع. س زائد 4 س زائد 4 بيساوي كم؟ 6. حلو أوي. سالب صاد ناقص 6 بيساوي سالب 9، وعايز السين والصاد. هبعت ده بعكس إشارة يبقى السين بتساوي 6 ناقص 4 بتساوي 2. هبعت ده بعكس إشارة يعني السالب صاد بيساوي سالب 9 موجب 6 سالب 3، السالب يروح مع السالب يبقى السين الصاد بيساوي 3. جبت السين جبت الصاد اضربهم بقى في بعض يبقى السين في الصاد بتساوي 2 في 3 بتساوي الناتج كام؟ بتساوي الناتج 6. وهيبقى الاختيار بتاعك هو الاختيار رقم ج. طيب يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك ألف مد زائد ب مد. طب انت عارف ان الألف زائد الب أس المد بتساوي الألف مد زائد الب مد.
لازم تبقى عارف دي من الخواص اللي موجودة عندك. تمام. طيب انا عايز بقى ابقى فاهم حاجة، ايه هي؟ ان انا طالب من سيادتك الشكل ده اهو، ما هو ده هو ده انا مديهولك، وده انا عايزه بس يتضرب في كام؟ في 2. خلاص ما تضرب هنا في 2 واضرب هنا في 2. مش هو عايز 2 في أ زائد ب أس المد؟ اضرب في 2، يبقى 2 في أ زائد ب أس المد بتساوي 2 في 1 ب2 0 6 سالب 2 وخلصنا. ندور عليها فين؟ هتلاقيها في الاختيار رقم ج. صعبين الموضوع ليه يا جماعة؟ الموضوع سهل اهو، مفيش فيه أي مشكلة. طيب روح اعمل لايك، روح اعمل لايك. المصفوفة أ، أنا مبسوط جدا طبعا وبشكر الناس اللي بتكتب لنا تعليقات حلوة. تمام، يا رب دايما أكون عند حسن ظنكم. بأمر الله مكملين المنهج كله بنفس النمط ده، وكمان على كل امتحان شهر هقوم منزل لكم المراجعات. بس انتوا بقى ايدكم معايا كده، لايكات، كومنتات، واعمل مشاركات لزمايلك عشان خاطر نطور من القناة ونقدر نكمل معاكم بإذن الله لحد تالتة ثانوي، واشوف منكم كتير باشمهندسين ودكاترة قد الدنيا. يلا نكمل. معايا المصفوفة أ بواحد وسالب 3 وسالب 1 و2، وأ زائد الب مد بيساوي الشكل ده. طب هات أ زائد ب. مبدئيا كده أنا معايا أ زائد الب أس المد بتساوي 3 سالب 2 1 سالب 4. طب هات بقى أ زائد ب. أ زائد الب يعني هتدور هنا، دور الناحية التانية، يبقى 3 وسالب 2 1 وسالب 4. حلو قوي. عايز انت ايه؟ انا عايز الب. طب يبقى ايه؟ يبقى عد ده بالناحية التانية بعكس إشارة، يبقى الب بتساوي الشكل ده 3 1 سالب 2 سالب 4. هطرح منها الألف بكام؟ بواحد سالب 3 سالب 1 2. 3 ناقص 1 كام؟ 3 ناقص 1 2. 1 ناقص سالب 3 يعني غير إشارة السالب 3 يبقى 4. سالب 2 ناقص سالب 1 يبقى الناتج كام؟ يبقى الناتج سالب 1. طب سالب 4 ناقص 2 يبقى كام؟ يبقى سالب 2. 2 4 سالب 1 سالب 2. احنا عملنا ايه؟ سالب 4 ناقص 2 يبقى سالب 6. امسح اللايك. يبقى ايه؟ يبقى ده سالب 6. طيب طبعا انت في ايدك آلة، هيكون الاختيار بقى ايه بتاعك؟ الاختيار رقم ب. طبعا انت في ايدك آلة وتشتغل عادي بدون اي مشاكل. معايا ألف ومعايا ألف وعايز اوصل لشكل. طب هل الشكل ده عبارة عن ألف ناقص 2؟ ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش امسك مصفوفة اطرح منها عنصر. ايه مصفوفة تطرح لي منها 2؟ ما ينفعش. انا ممكن اضربها في 2 ولكن اطرح منها عنصر واحد ما ينفعش. طيب ألف ناقص 2 تعال نجرب. ألف ناقص 2 من المصفوفة تعال نشوف ايه اللي هيحصل. المصفوفة أ 3 7 5 6 ناقص 2 في المصفوفة ادي 2 في المصفوفة 1 1 0 و0. اشتغل بقى معايا. 3 7 5 6 حلو جدا. سالب 2 في الشكل اللي قدامك ده، يلا سالب 2 في 1، او ممكن ما تيجي نطلع النواتج على طول. انتوا شطار وهنطلع النواتج على طول. 3 ناقص 2 في 1، 2 في 1 ب 2. 3 ناقص 2 يبقى كام؟ يبقى 1. ماشي. طب يلا 7 ناقص 2 في 0، وده طبعا بصفر. 7 و0 يبقى كام؟ يبقى 7. حلو جدا. طب سالب 2 في 0 بكام؟ بصفر. طب 5 ناقص 0 يبقى 5 زي ما هي. طب 6 ناقص 2، 6 ناقص 2 يبقى 4. طب ما هو ده هو ده. يبقى الحل بتاعنا أ ناقص 2 ده حل مظبوط. مش محتاج تكمل بقى بقية الاختيارات لأنك حققت واحدة مظبوطة. نيجي لسؤال رقم 32. خلاص هانت كلها 46 تقريبا، فاضل حوالي 14 سؤال. المهم ادي المصفوفة س وفي كمية اتضربت في السين اديتك الشكل ده. الكمية دي اسمها كاف. طيب ما تيجي نمشي ورا الجملة ديت عشان نوصل منها الألف زائد الب زائد الجيم.
الكاف اضربها لي في السين. حاضر، هضرب لك كل سين هضرب فيها كاف. صفر في كاف بصفر، 2 في كاف ب2 كاف، 3 في كاف ب3 كاف، سالب 4 في كاف بسالب 4 كاف. حلو أوي. سوي لي الكلام ده بمين؟ سويهولي بصفر، 3 ألف، 2 ب، 24. حلو. يلا الصفر قد الصفر، 2 كاف بتساوي مين؟ الاتنين كاف بتساوي 3 ألف. 3 كاف بتساوي مين؟ بتساوي 2 ب. سالب 4 كاف بتساوي مين؟ بتساوي 24. أنا عايز إيه؟ أنا عايز الألف زائد الب زائد الكاف. دي كاف وألف مجهولين، دي كاف وب مجهولين، دي كاف بس مجهول واحد. اشتغل عليه على سالب 4 على سالب 4 يبقى الكاف بتساوي 24 على سالب 4 يبقى سالب كام؟ سالب 6. جبت الكاف يا عم؟ طب يلا 3 في سالب 6 اللي انت لسه جايبها بسالب 18 بيساوي 2 ب، يبقى الب بتساوي سالب 9. ماشي. جبت الكاف بكام؟ بسالب 6. 2 بسالب 6 بكام؟ بسالب 12 بيساوي 3 ألف على التلاتة وعلى التلاتة، يبقى الألف بيساوي سالب 12 على التلاتة بسالب 4. معاك الألف ومعاك الب ومعاك الكاف. أنا عايزك بقى تجمع لي الألف زائد الب ناقص الكاف. بكام يا عم الألف؟ الألف بسالب 4. وبكام الب؟ بسالب 9 ناقص الكاف، يعني غير إشارة الكاف. سالب 3 وسالب 4 يبقى الناتج بسالب 7، ويكون الاختيار بتاعك الاختيار رقم إيه؟ رقم ب. طيب إذا كانت الألف والب مصفوفتين بحيث الألف زائد الب هي الألف ناقص الب، فدوت معناه إيه؟ بص بقى، أنا لما أجمع على الألف ب زي لما أطرح من الألف ب، يبقى الب دي بتأثر في الطرح أو الجمع؟ لأ. يبقى مين بقى المحايد اللي مش بيأثر؟ هقول انت المحايد اللي مش بيأثر طبعا المصفوفة الصفرية. فده طبعا معناه ان الب هي المصفوفة الصفرية. ليه بقى؟ عشان خاطر لو انا مسكت الالف زائد المصفوفة الصفرية هيديك الف، ولو قلت ألف ناقص المصفوفة الصفرية هيديك برضو ألف. فهو بيقول لك ألف زائد ب هي ألف ناقص ب، فده معناها إن الب مش بتأثر ولا في الجمع ولا في الطرح، فبالتالي هيبقى إيه؟ مصفوفة صفرية. سؤال سهل وجميل ومفيش فيه أي مشكلة. طيب ألف وب مصفوفتين من نفس النظم 2 في 2. ماشي. الألف زائد الب ادالك أي. طيب الجملة دي ألف زائد الب يساوي الناتج أي، و2 ألف ناقص 2 ب بتساوي برضو الناتج اي. عايز الالف. بص بقى، هنا الف وب وهنا الف وب مجهولين، حذف وتعويض زي ما انت متعلم عليها من اعدادي. والحذف ده سالب 2 ب، يبقى انا عايز دي تبقى موجب 2 ب. يبقى انا هستأذنك اضرب ده في 2 واضرب ده في 2 واضرب ده في 2. تعالى بقى حطها لي هنا. 2 الف تتحط 2 الف زائد 2 ب، ادي زائد 2 ب بتساوي 2 اي. كلام زي الفل، كلام جميل. 2 الف و2 الف يبقى 4 الف، دول خلصوا على بعض بيساوي 3 اي. 1 اي و2 اي يبقى 3 اي. هقسم هنا على الأربعة واقسم هنا على الأربعة، يبقى ده سيادتك معناه ان المصفوفة الف بتساوي 3/4 المصفوفة اي. ايوه يعني ايه؟ بص، المصفوفة أ بيساوي 3 على 4 في المصفوفة I اللي هي من نظم 2 في 2. طب وزع التلات أرباع. يلا 1 في 3 على 4 ب3 على 4، 3 على 4 وأدي صفر وأدي صفر، وخلصنا. وندور عليها في الاختيارات هتبقى موجودة عندك في الاختيار رقم ج. سؤال 35 بيقول لك أ زائد ب مد بيساوي الشكل ده، وب ناقص أ مد بيساوي الشكل ده، وعايز أ زائد ب أس المد. طيب نركز بقى ونصحصح عشان السؤال ده من الأسئلة اللي خطواتها كتير ومحتاجة تشغيل دماغ. مبدئيا كده أنا عايز أحذف. عايز تحذف إيه؟ أحد المجهولين، ده أ وب ودوت أ وب. تمام. طب أنا عشان أشتغل على الشكل اللي قدامك ده لازم تعمل إيه؟ بص بقى، عشان أحذف دي أ ودي اسمها أ مد مش نافعة، دي ب
مد ودي اسمها ب، برضو مش نافعة. فانت هتحيرني ليه يا عم؟ انا عايز الف مد وقدامها الف مد. تمام. طب ما ايه رأيك يا باشمهندس لما يكون الالف زائد الب مد بيساوي الشكل ده؟ انا ممكن اخليها الف مد زائد الب. يا سلام، والله هدور الطرفين بتدوير الطرفين، فالمد يتوزع هنا يبقى ألف مد، يتوزع هنا ترجع لأصلها. يلا دور الشكل اللي قدامك ده، 1 وسالب 4 2 و6 تدوير المصفوفة. ماشي يا مستر، عملت كده ليه؟ بص يا حبيب قلبي، عملت كده عشان بقى عندي ألف مد وب ناقص ألف مد، فلما اجمعهم دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ تعالى اوريك. يبقى إذا ألف مد زائد الب اللي هو الشكل ده اهي. بص اسميها لك المعادله رقم 1. لما اجمعها مع ب ناقص الالف مد اللي هو اللي مديها لنا، بص زائد ب ناقص الالف مد، ايه اللي هيحصل؟ والله هناخد دي اللي انا لسه جايبها هجمعها مع دي. اجمع معايا، يلا جمع معايا. 3 و1 4. 4 وسالب 4 يبقى 0. 2 و2 ب4. طب 6 ناقص 2 برضه 4. الله عليك. ايه اللي حصل هنا؟ الالف مد والسالب الف مد طاروا مع بعض. ايه اللي اتبقى؟ ب زائد الب، يعني 2 ب. 2 ب بتساوي الشكل ده 4 4 0 4. تعرف تخليها لي ب؟ ايوه، هقسم على الكام؟ هقسم على الاتنين. فمن هنا نقدر نقول له يا شباب ان الب لما اجي اقسم على الاتنين اهو، اقسم بقى على الاتنين، فايه اللي هيحصل؟ هيدينا الب بكام بقى؟ على الاتنين فيها الاتنين، على الاتنين فيها الاتنين، فيها الاتنين، فيها الصفر، جبت الب. طب هات الالف. هات الالف. الف زائد ب مد، الف زائد الب مد اللي انا لسه جايبها دي اهو، دورها يا اخي. 2 2 0 2 بيساوي الناتج كام؟ بيساوي الناتج 1 سالب 4 2 6. عدي يلا بعكس إشارة، يبقى المصفوفة أ ب تساوي 1 ناقص 2 يبقى سالب 1. طيب سالب 4 ناقص 0 هي سالب 4. طب 2 ناقص 2 يبقى 0. طب 6 ناقص 2 يبقى 4. ومعايا الألف ومعايا الب. جبت الألف وجبت الب، ألف مبروك عليك، المسألة بتاعتك خلصت. ها خلصت؟ والله خلصت خلاص اهو. انا عايز الالف زائد الب اس المد. يعني ايه؟ يعني اقدر اقولها الف مد زائد ب مد اهو، الف زائد ب الكل اس المد. يعني ايه؟ يعني انا همسك دول اهو، الالف زائد الب وادورهم. 2 ناقص الواحد، 2 ناقص الواحد 1. طب 2 وسالب 4 بسالب 2. طيب 0 وصفر بصفر. طب 2 و4 ب6. دورها. 1 صف عمود صف عمود. خلصت؟ خلصت. جميلة؟ جميلة، بس مش موجودة؟ لا موجودة. موجودة فين؟ أيوة أي في الاختيار رقم إيه؟ د. يبقى احنا عندنا فين يا شباب؟ فين؟ أيوة. خدها لي بقى كده سكرين على بعض، ووقف الفيديو بتاعك واتسلى فيها واحدة واحدة. يلا نشوف سؤال رقم 36. طبعا السؤالين دول يعني من اشد الاسئله اللي موجوده عندك في التمرين لخطواتها كتير، ان الفكره بتاعتها بس ايه؟ تتوجد. 2 الف زائد ب مد، يعني الب فوق منها مد والالف ما فوقوش حاجه. نفس الموضوع هنا، او نفس الفكره بتاعت المساله اللي قبلها. هي الب هنا فوقها مد والب هنا ما فوقهاش. طب ما تيجي ندور واحده، يعني تعال نخليها كده تبقى 2. اصل انا عايز الف زائد ب. تعال ندور ده، يعني هتبقى 2 الف مد زائد ب بتساوي، دور الشكل اللي قدامك، ادي 0 سالب 5 وادي 7 13. حلو قوي. اجمعهولي مع 2 ب زائد الالف، بس انا لو جمعته الب برضو مش هتطير. طيب 2 ب زائد الألف مد أهو بيساوي 3 8 سالب 1 14.
تعال نشتغلها حذف وتعويض. منطقيا كده 2 ألف مد وهنا ألف مد مش هيطيروا، 2 ب وهنا ايه وهنا ب برضو مش هيطيروا. يبقى يا اما اضرب ده في سالب 2 عشان يبقى سالب 2 ب تتحط تحت سالب 2 ب يبقى انت جبت الالف مد، يا اما اضرب ده في سالب 2 عشان نطير الالف مد ويبقى جبنا الب، وانا ارجح ده افضل والاتنين صح طبعا. لو ضربت هنا بالضرب في سالب 2 يا مستر بتعمل كده ليه؟ عشان دي تبقى سالب 2 ألف مد مع الاتنين ألف مد يروحوا مع بعض. طب يلا اضرب كل عنصر في سالب 2. يعني ايه؟ يعني هيبقى سالب 4 ب، ما انا ضربتها في سالب 2 ناقص 2 ألف مد بيساوي في سالب 2 في سالب 6 في سالب 2 يدينا 2 في سالب 2 سالب 16 في سالب 2 سالب 28. يلا بقى نحطهم هناك. هنحط سالب 2 ألف مد اهي تحت الألف مد، وهنحط سالب 4 ب بالشكل ده بتساوي، هنحط تحتيها الأرقام سالب 6 وهنا 2 وهنا سالب 16 وهنا سالب 28. طب يلا جمع بقى كده، جمع الله عليك. 1 ناقص 4 يعني سالب 3 ب بتساوي، جمع دول بقى، 0 وسالب 6 0 وسالب 6 يبقى سالب 6، سالب 5 و2 يعني سالب 3. طب 7 ناقص 16 7 ناقص 16 سالب 9. طب 13 ناقص 28 سالب 15. طب كلام زي الفل. هات لي بقى الب على سالب 3 ب2 على سالب 3 ب1 على سالب 3 ب3 على سالب 3 ب5. جبت الب. طب انا عايز ايه؟ عايز الف. اسهل معادله بالنسبه لك وعوض فيها، اسهل شكل بالنسبه لك. خلاص اصل انت بقى معاك الايه، انا بقى معايا الب. طيب امشي ورا الجمله ديت مثلا عشان نجيب منها الالف. الجمله الاولى دي التعويض في اول معادله 2 ألف زائد 2 ب. انا جايب الايه، استنى اخد لك فاصل كده عشان ما تتوهش مني. انا عاوز هناك 2 في المصفوفة ألف اللي أنا لسه عايزها زائد الب مد. 2 3 1 5 بتساوي 0 سالب 5 7 13. حلو قوي. يعني ايه؟ يعني اقدر اقول له ان 2 من المصفوفة ألف بيساوي ده ناقص ده، 0 ناقص 2 بسالب 2. طب سالب 5 ناقص 1 يبقى سالب 6. طب 7 ناقص 3 يبقى 4. طب 13 ناقص 5 يديك 8. اقسم يلا على الاتنين عشان تجيب الألف. ادي الألف بتساوي على الاتنين سالب 1 على الاتنين ب2 على الاتنين سالب 3 على الاتنين بتساوي 4. جبت الألف وجبت الب، اجمع ألف زائد الب يبقى الألف زائد الب بتساوي 2 وسالب 1 يبقى 1، 3 وسالب 3 يبقى 0، 1 و2 بيساوي 3. طب 5 و4 بتساوي 9. يبقى الشكل بتاعك ده 1 3 9 و0 اللي هو هيبقى الاختيار رقم ايه؟ رقم د. شديدة فيها شغل، مسألة فيها شغل، ومشكلتها كمان انك لو للأسف غلطت في رقم 1 المسألة بتاعتك هتبوظ. يلا بقى خدها سكرين وتعال نشوف مع بعض سؤال 37. هيبدأ يربطها بفكرة مين؟ هيبدأ يربطها لك بفكرة المتطابقات المثلثية. طيب ازاي يعني؟ بص يا سيادتك، وزع الجتا اللي بره دي وزعها لي جوه. جتا تربيع سيتا. طب جا ما دي جا سيتا، جتا سيتا. طب جتا في سالب جا بسالب جا سيتا، جتا سيتا. ماشي. طب جتا بجتا أس 2 سيتا، دي المصفوفة الأولى. جا في جا بجا أس 2 سيتا. طب جا في سالب جاتا سيتا بسالب جا سيتا، جتا سيتا. ماشي. طب جا في جتا بجا سيتا، جتا سيتا. طب جا في جا بجا أس 2 سيتا. الله عليك. يلا سيادتك بقى نجمع دول. جتا تربيع زائد جا تربيع بتساوي الناتج كام؟ جا تربيع زائد جتا تربيع بتساوي الناتج 1. يا رب تكون شفت الفيديو بتاع المتطابقات المثلثية ده
وده معكوس جمعي ليه يساوي الناتج صفر. ده وده معكوس جمعي ليه بيساوي الناتج صفر. جتا تربيع زائد جتا تربيع متطابقة محفوظة بواحد. طبعا اللي ما سمعش متطابقات هيقول المستر ده بيقول ايه؟ تعويذة دي ولا ايه؟ جتا تربيع زائد جتا تربيع أول متطابقة بتساوي الناتج واحد. فالشكل ده يا شباب هي مين بقى؟ هي المصفوفة اي. يعني الاختيار بتاعك هيكون الاختيار رقم ب. في رقم 38 لو عندك القطا أخدتها واتوزعت قطا في قطا تبقى قطا أس 2 سيتا. طب قطا في سالب زتا يعني سالب قطا سيتا زتا سيتا. طب قطا في زتا ادي عندي هنا قطا سيتا زتا سيتا. طب يلا قطا في سالب قطا بسالب قطا أس 2 سيتا. حلو جدا. زائد زتا في سالب زتا يعني سالب زتا أس 2 سيتا. زتا في سالب قطا يعني سالب قطا أس سالب قطا سيتا زتا سيتا. طب زتا في قطا بزتا قطا سيتا. طب زتا في زتا بزتا تربيع سيتا. يلا نجمع بقى. اقدر اقول له ده مع ده قطا تربيع ناقص زتا تربيع بتساوي بدأت بالقطا تساوي واحد برضو متطابقة محفوظة ماشي. طب سالب قطا زتا موجب قطا زتا راحوا مع بعض يبقى الصفر ماشي. طب قطا زتا سالب قطا زتا راحوا مع بعض يبقى الصفر جميل. طيب ركز معايا سالب قطا تربيع زائد زتا تربيع يعني زتا تربيع سيتا ناقص قطا تربيع سيتا. انا من شويه قلت لك لو بدأت بالقطا واحد. طب بدأت بالزتا سالب واحد. متطابقات يا اخوانا 9 متطابقات لازم تبقى حافظهم. فين بقى ده؟ عندك موجود في الاختيار رقم ايه؟ في الاختيار رقم د. سؤال 39 يا شباب بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كان الالف زائد الالف مد بيساوي المصفوفة اي. طب تعالوا نشتغل كده على الجملة اللي هو بيقول لي عليها. ادي عندي جتا سيتا وهنا سالب جا سيتا وادي جا سيتا وهنا جتا سيتا. حلو جدا. لما هجمع معاها الالف مد يعني هاخد الصف الاول اكتبه عمود اول ادي جتا سيتا سالب جا سيتا واخد الصف التاني اكتبه عمود تاني جا سيتا جتا سيتا. الراجل قال ان الكلام ده هيدي لك المصفوفة اللي اسمها اي. طب الاي اللي هي ايه؟ هنحطها طبعا على نفس النظم بتاعها 1 1 0 0. تعال بقى نشتغل على الكلام ده. من هنا نقدر نقول له ان جتا سيتا زائد جتا سيتا اللي هو 2 من جتا سيتا بيساوي الناتج كام؟ بيساوي الناتج 1. وايه كمان؟ وان جا سيتا ناقص جا سيتا بيساوي صفر. طب ما طبيعي بيساوي صفر. جتا سيتا زائد جتا سيتا بيساوي 1. يبقى بكده انا معايا جمله اقدر اشتغل عليها. هقسم هنا على الكام؟ هقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين يبقى جتا سيتا بتساوي نص. خلي بالكم يا شباب جتا سيتا بيساوي نص والجتا هنا موجبه احنا المفروض نبحثها في ربعين في الربع الاول والربع الرابع لان الجتا موجبه فين؟ في الاول والرابع. حلو جدا. بس هو قال ان السيتا ما بين الصفر والتسعين يعني معنى كده انه بيقول لك الربع الاول فده مرفوض. طيب شفت كوزاين نص تطلع السيتا بكام؟ ب 60 درجه وال60 ديت اللي هي ايه؟ اللي هي باي على التلاته. فين بقى باي على التلاته عندك؟ هتلاقيها موجوده في الاختيار رقم د. شوف مع بعض سؤال رقم 40. في سؤال رقم 40 بيقول لي إذا كانت ألف وب وكانت السين بتساوي كذا فإن السين بتساوي إيه؟ طيب بالفهم وبالمنطق كده يا شباب مديك مصفوفة ألف ومديك مصفوفة ب والمصفوفة س بتساوي كذا. لو أنا مشيت ورا الجملة اللي هي بتاعت ألف دي تعال نجرب ألف كده. قال لك امسك المصفوفة ألف اضربها في ج. حاضر. 1 في ج بجا سيتا. كلام جميل. واجمع معاها الب لما تضربها في الجتا. طيب هو انا لو ضربت دلوقتي الب دي لو ضربتها في جتا في صفر بايه؟
بصفر. حلو قوي. هل انا لما اجمع ده وده هيديني الجتا اللي هو عايزها؟ طبعا لا، يبقى الاختيار الف غلط. طب تعال نجرب الاختيار التاني اللي هو الاختيار رقم ب. قال لك الف في جتا سيتا، امسك الف اضربها في جتا. حاضر، ادي جتا سيتا، واجمع معاها الب لما تضربها في الجا سيتا. الب دي بقى هضربها في جا. طب صفر في جا بايه؟ بصفر. تمام، اجمع كده جتا زائد صفر يديلك ايه؟ يديلك جتا. يبقى في احتماليه ان ايه دي تبقى صح. كمل بقى بنص النقط، اضرب الالف في جتا واضرب الب في جا. طب الالف في جتا بصفر، صفر في جتا بصفر. طب واحد في جتا بجتا سيتا. دي بقى اضربها لي في جا. طب يلا، جا في واحد بجا. طب جا في سالب واحد بسالب جا. طب جا في صفر بصفر. طب اجمع كده جتا وصفر بجتا سيتا. طب صفر وجا بجا سيتا. طب هنا صفر وسالب جا بسالب جا سيتا. طب هنا جتا وصفر بجتا سيتا. الله عليك، الشكل اللي طلع ده هل هو س؟ اي، يبقى خلاص الاختيار بتاعك هيكون الاختيار رقم ب، لانه حقق لك الايه؟ الناتج. في مثال رقم 41 يا شباب بيقول لك ان المصفوفة أ ديت على النظم 3 في 3. طب انا هكتب لك المصفوفة أ اهي بتساوي، هو قال لك 3 في 3. طب يلا بينا، هكتب هنا أ 1 1 أ 1 2 أ 1 3 أ 2 1 أ 2 2 أ 2 3 أ 3 1 أ 3 2 أ 3 3 زي ما اتفقنا بتتكتب بالشكل ده. وعشان تحسب بقى قيمة كل واحد منهم يا هندسة قال لك ايه؟ قال لك خد بالك، لو كان الصف قد العمود اجمع، لو كان الصف مش بيساوي العمود اطرح الصف ناقص العمود. طب ما هنا الصف قد العمود، اجمع يبقى واحد وواحد كام؟ 2. اجمع يبقى 4. اجمع يبقى 6. طب الصف مش بيساوي العمود، اطرح الصف ناقص العمود. 1 ناقص 2 سالب 1. 1 ناقص 3 سالب 2. 2 ناقص 3 سالب 1. طب هنا 2 ناقص 1 يبقى 1. 3 ناقص 1 يبقى 2. 3 ناقص 2 يبقى 1. بكده انا جبت لك المصفوفة أ. طب انا عايز منك ايه بقى؟ انا بقول لك الألف اللي انت جبتها دي زائد الألف مد بتساوي 4 من مين؟ طب ما الألف احنا لسه جايبينها. جايبها بإيه؟ جايبها ب 2 1 2 سالب 1 4 1 سالب 2 سالب 1 6. اجمع معاها الألف مد. اجمع معاها الألف مد، يلا دورها. 2 صف أول 2 1 2 سالب 1 4 1 والصف التالت سالب 2 سالب 1 6. جمع بقى معايا كده 2 و2 يبقى كام؟ 2 و2 يبقى 4. طيب 1 وسالب 1 يبقى 0. طب 2 وسالب 2 يبقى 0. سالب 1 و1 يبقى 0. 4 و4 يبقى 8. طب 1 وسالب 1 يبقى 0. طب هنا سالب 2 و2 يبقى 0. سالب 1 و1 يبقى 0. 6 و6 يبقى 12. حلو قوي. الراجل بقى بيقول لك الكلام اللي انت جبته ده بيساوي 4 من كام؟ يعني هو هيتعبك شوية تاني أخيرة كده. قال لك 4 من المصفوفة ايه؟ يعني خد من دي 4 عامل مشترك. يلا خد لك الأربعة عامل مشترك. 4 على 4 فيها الواحد، على 4 فيها الاتنين، على 4 فيها التلاتة، والباقي كله اصفار بالشكل ده. يعني فين دي بقى؟ ندور عليها هنلاقيها موجودة في الاختيار رقم ب. سؤال 42. سؤال رقم 42: إذا كانت المصفوفة على النظم 2 في 3 حيث أ ص ع بيساوي مقياس الصف ناقص العين، ومديك مصفوفة تانية وعايزك تجمع الاتنين. حاضر، طب تعالى نشتغل واحدة واحدة فيهم. المصفوفة الأولانية يا شباب اسمها أ. طب طالبها منك من نظم ايه؟ من نظم 2 في 3. طب ادي صفين و3 أعمدة، يبقى هاجي اقول له كده أ 1 1 أ 1 2 أ 1 3 أ 2 1 أ 2 2 أ 2 3. نفس الموضوع قال لك المصفوفة ب نفس النظم اهي، ب بتساوي ب 1 1 ب 1 2 ب 1 3 ب 2 1 ب 2 2 ب 2 3. كلام جميل. طب علشان تحسب القيم بتاعت الألف هتمشي ورا جملة الصف ناقص العمود بالمقياس يطلع بالموجب، بره المقياس بالإيه؟ بالموجب. يعني هشتغل كده، الألف هتبقى عبارة عن إيه؟ الصف ناقص العمود.
طب 1 ناقص 1 صفر. طب 1 ناقص 2 سالب 1 بره المقياس ب1. طب 1 ناقص 3 سالب 2 بره المقياس ب2. طب 2 ناقص الواحد ب1. طب 2 ناقص 2 بصفر. طب 2 ناقص 3 سالب 1 بره المقياس ب1. كده أنا جبت الألف. الب بقى اطرح الصف ناقص العمود. يلا بينا. الصف ناقص العمود يبقى صفر. الصف ناقص العمود سالب 1. الصف ناقص العمود سالب 2. الصف ناقص العمود ب1. ده ناقص ده بصفر. ده ناقص ده سالب 1. بعد ما تعمل كده قال لك اجمع الألف والب مع بعض. خلاص يلا بينا نجمع الألف زائد الب. هتبقى عبارة عن صفر وصفر بصفر. 1 وسالب 1 صفر. 2 وسالب 2 صفر. 1 وواحد يبقى 2. صفر وصفر بصفر. 1 وسالب 1 بصفر. طيب دي موجودة فين؟ دي موجودة معاك هنا في الاختيار رقم د. سؤال رقم 43. دي مصفوفة اسمها ألف، والدالة معرفة على مجموعة المصفوفات المربعة، حيث أن دالة السين معاك دالة س وعايز دالة ألف. بص بقى، أنت متعلم من تالتة إعدادي يعني إيه دالة ألف؟ روح لدالة اسمها د أهي، شيل كل س حط مكانها ألف. يعني دالة الألف بيساوي مكان السين حطيت ألف. 3 مكان السين حط لي ألف. زائد 5 أي. بس خلاص يا عم مسألتك خلصت. 3 في المصفوفة ألف. 3 في المصفوفة ألف. سالب 1 في 3 بسالب 3. 3 في 3 ب9. 0 في 3 بصفر. 2 في 3 ب6. زائد 5 في المصفوفة اي. ادي 5 وهنا 5 وهنا 0 وهنا 0. يلا نجمعهم بقى مع بعض. سالب 3 و5 يبقى كام؟ يبقى 2. طب 9 و0 يبقى 9. طب 0 و0 يبقى 0. طب 6 و5 يبقى 11. 2 9 0 11 هيكون موجودة عندك الاختيار رقم ب. سؤال 44. س دي يا شباب مصفوفة من النظم 2 في 2. طب ما تيجي نفرض كده س، وليكن هفرضها أ وب وج ود. حلو جدا. الراجل بيقول لك إن السين زائد السين مد أهي، السين زائد السين مد بتساوي 2 3 3 4. كلام جميل. طب السين هي مين؟ السين هي أ وب وج ود. زائد السين مد تبقى مين؟ دور ده. أ ب يلا ج د بتساوي 2 3 3 4. حلو قوي. يلا بينا. أ زائد أ ب2 أ بتساوي كام؟ بتساوي 2. وايه كمان؟ ب زائد الجيم. ب زائد الجيم بتساوي كام؟ بتساوي 3. وايه كمان؟ ب زائد الجيم بتساوي 3. يا عم كتبناها ماشي. د زائد الدال ب2 د بتساوي كام؟ 4. فمنها الالف بكام؟ ب1. ومنها الدال بكام؟ ب2. طيب هو عايز ايه؟ هو عايز مجموع عناصر المصفوفة س. سيادتك مش انت فرضت معايا ان عناصر السين مجموع عناصر السين انا فرضتها أ زائد الب زائد الج زائد الدال، ان انا سميت السين أ وب وج ود. جمع بقى العناصر بتاعتها، يبقى الألف ب1 والدال ب2 والب زائد الج على بعض ب3. فلما اجمع الكلام ده كله يدي لك الناتج كام؟ يدي لك الناتج 6. سؤال 45 يا شباب بيقول لك المصفوفة المربعة يمكن التعبير عنها دائما ايه بقى؟ بص بقى، الفكرة بتاعت السؤال دوت قايمة على ايه يا شباب؟ انك لو جمعت المتماثلة وواحدة تانية شبه متماثلة ده هيدي لك المصفوفة الايه؟ هيدي لك المصفوفة المربعة. اللي هو ازاي يعني؟ يعني لو جبت دلوقتي لأي مصفوفة متماثلة، مصفوفة متماثلة وليكن هنا 1 وهنا 3، أي أرقام لأن القطر الرئيسي ملناش دعوة بيه، والرقم ده ب2 والرقم دوت زيه ب2. حلو أوي. ورحت جمعتها مع المصفوفة الشبه المتماثلة، ده 0 ده 0 ده 1 ده سالب 1. اجمعهم بقى كده مع بعض. طيب نجمع ده، إيه اللي هيحصل؟ هنا 1 و0 هيبقى 1، هنا 2 وسالب 1 هيبقى 1، هنا 2 و1 هيبقى 3.
طب هنا 3 وصفر هيبقى 3. فالمصفوفة اللي قدامك ديت ظهرت مصفوفة ايه؟ مصفوفة مربعة. طيب يبقى انا دلوقتي اقدر اقول له ان المصفوفة المربعة يمكن التعبير عنها ايه بقى؟ كمجموع مصفوفتين، واحدة منهم متماثلة والاخرى شبه متماثلة. ايه اللي هو ايه يا شباب؟ اللي هو نقدر نعرفها كده. لو انا مثلا سميت المصفوفة ألف، لأي مصفوفة مربعة اسمها ألف، هتبقى عبارة عن إيه ألف ديت؟ بص بقى سيادتك، المصفوفة المتماثلة اللي هي نص في ألف زائد الألف مد اللي هي متماثلة. لو جمعت معاها المصفوفة الشبه المتماثلة هتبقى عبارة عن نص في ألف وسالب ألف مد، ده متماثلة وده الشبه المتماثلة. طب لو احنا اشتغلنا على دول، هو نص في ألف بإيه؟ بنص ألف، زائد نص في ألف مد بإيه؟ بنص ألف مد. طب ونص في ألف هنا بإيه؟ بنص ألف. ونص في سالب ألف بإيه؟ بسالب نص ألف مد. إيه اللي هيحصل؟ ده هيروح مع ده، نص ألف ونص ألف يديلك المصفوفة ألف نفسها. يبقى أنا لو قلت إن المصفوفة ألف هي مصفوفة مربعة، لو جمعت المتماثلة والشبه المتماثل نفس المصفوفة ترجعك لإيه؟ للمصفوفة ألف. فمن هنا نقدر نقول إن المصفوفة المربعة التكوين بتاعها بيعبر عن إيه؟ المصفوفة المتماثلة والشبه الإيه؟ متماثلة. تعال نشوف مع بعض سؤال رقم 46. في رقم 46 3 مصفوفات بحيث الألف زائد الب والب زائد الجيم والجيم زائد الالف. الله عليك، انا عايز الالف زائد الب زائد الجيم. بص سيادتك، وانا لو جمعت الثلاثه دول هيبقى عندي كام الف؟ ادي الف والف 2 الف. هيبقى عندي كام ب؟ ادي ب وب 2 ب. هيبقى عندي كام جيم؟ جيم وجيم 2 جيم. بقى عندي 2 الف 2 ب 2 جيم. خلاص تعالى نجمعهم كلهم واخد 2 عامل مشترك، جبت الالف زائد الب زائد الجيم اللي هو عايزها. يبقى انا دلوقتي لو جمعت الف زائد الب اللي هي الاولى زائد التانية اللي هي مين؟ ب زائد الجيم، كلام جميل، زائد التالتة اللي هي مين؟ جيم زائد الالف، حلو جدا، بيساوي، جمع دول بقى، جمع لي دول يلا، 1 و2 3، 3 وسالب 1 يبقى 2، سالب 1 وسالب 2 سالب 3 و1 يبقى سالب 2، 3 و1 4 وصفر تبقى 4. طب صفر وسالب 1 سالب 1 و3 تبقى 2. طيب دلوقتي انت قدامك ألف وألف يعني 2 ألف، زائد ب وب يبقى 2 ب، زائد ج وج يبقى 2 ج، بيساوي الشكل اللي قدامك ده اهو، 2 سالب 2 4 2. ممكن اخد 2 عامل مشترك يبقى ألف زائد الب زائد الج بيساوي، ما انا خدت 2 عامل مشترك بس انا عايز امشي الاثنين، خلاص اقسم عليها. اقسم الارقام دي كلها على الاثنين، على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها سالب واحد، على الاثنين فيها الاثنين، على الاثنين فيها الواحد. دي بقى موجودة عندك فين؟ موجودة عندك في الاختيار رقم ايه؟ في الاختيار رقم ب. بس كده يا شباب، ده اخر سؤال عندنا. بتمنى ان انتوا تبقوا استفدتوا. استنوني بقى ان شاء الله في حل تمارين المهارات العليا والاختبار التراكمي، وزي ما قلت لكم اول باول ان شاء الله هتنزل لكم الدروس الاسبوع الجاي ان شاء الله. احنا كده نزلنا 4 دروس بتمارين المهارات العليا وكل حاجه، وبدايه ان شاء الله من الاسبوع الجاي هيبدا ينزل الدرس الثاني حساب المثلثات والدرس الثاني هندسه. وبتمنى تبقوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.